قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي: أولاً، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة أقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد 110 و111 و112 و115 و121 و130 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. ثانياً، إلزام حكومة الأقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في أقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وتمكينها باستخدام صلاحياتها الدستورية. ثالثاً، للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان والمتمثلة بالمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه. رابعاً، إلزام حكومة أقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة أقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة أقليم كردستان من جرائها، وأن يتم تحديد حصة الأقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات أقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة أقليم كردستان، وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك. خامساً، تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف. وصدر القرار بالأكثرية ومخالفة عضوين إسناداً لأحكام المواد 93 على ثالثاً و94 و110 و111 و112 و115 و121 و130 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وأفهم في 15/2/22 ميلادية.